والقصة بتدور حوالين شخصية شريف اللي بيتعالج من ضغوط الحياة عند دكتور أمراض نفسية وعصبية، لكن الدكتور ده ما كانش أمين واستغل مرضه في ارتكاب جريمة قتل تحت تأثير التنويم المغناطيسي. الدكتور عاصم إبراهيم الطبيب النفسي على علاقة بالرقاصة سونيا شاهين، واللي كانت على علاقة بالراجل الغني عباس اللي أمن على حياته ببوليس التأمين قيمتها 15,000 جنيه لصالح سونيا. عاصم حب يقتل عباس ويقسم مبلغ التأمين مع سونيا. استغل حضور المهندس شريف كامل لعيادته مصاب بانهيار عصبي، بدأ يصاحبه وأقام معاه علاقة صداقة، لكن بدل ما يعالجه اداله علاج يزيد من توتر أعصابه. وأما حس إن خلاص شريف كامل ده وصل لحالة انهيار، قام بتنويم مغناطيسي واداله مسدس ومفتاح بيت عباس وأمره بقتله. شريف راح لعباس تحت تأثير التنويم المغناطيسي وقتله، وتمت الجريمة بنجاح. عاصم خد من شريف المسدس لكن نسي ياخد المفتاح ووصله لبيته، لكن وهو في الطريق شافهم صابر أمين جار شريف. صحي شريف من النوم منزعج جدا من حلم شافه وبيتذكر تفاصيله، ومنها صورة كبيرة لواحدة ست متعلقة على الحيطة. انزعج أكتر لما لقي جرح على إيده. حكى تفاصيل حلمه لأمه، وما قابل خطيبته نادية حكى لها نفس الحلم، واكتشف وجود المفتاح في جيبه، فخد بعضه بسرعة وجري على الدكتور عاصم. في الطريق لعيادة الدكتور عاصم شاف الست اللي شاف صورتها في الحلم رايحة العيادة. الدكتور عاصم قعد يهدي شريف وفهمه ان الجرح ده ممكن يكون حصل من غير ما يشعر، وان المفتاح جايز يكون بتاع اي حد وانه خده بطريق الغلط. ولما كلمه عن الست اللي دخلت العيادة قال له تعالى نشوفها. عاصم دخل سونيا على شريف بعد ما بدل ملابسها بملابس الممرضة كوثر، وفهم شريف انه كان واهم وان دي كلها مجرد ظنون وهلاوس. البطاقة الشخصية بتاعت شريف وقعت داخل بيت عباس والبوليس لقيها، فقبض على شريف يوم جوازه من نادية. حاول حمدي المحامي إثبات إن شريف قام بالجريمة وهو مسلوب الإرادة وتحت تأثير التنويم المغناطيسي، لكن كان ناقصه الدليل. أصيب عاصم وسونيا بصدمة كبيرة وخيبة أمل لما عرفوا إن القتيل لغى بوليصة التأمين قبل موته بشهر. أم شريف شهدت إن الدكتور عاصم كان بيزور ابنها ليلة الحادثة، وجاره صابر أمين شهد إنه شاف شريف وهو راجع بالليل ومعاه راجل تاني، وقال إنه ممكن يتعرف عليه لو شافه مرة تانية، وطلب من المحكمة تسمح له بالسفر عشان شغله ومهامه. طلب شريف من نادية تتصل بصابر وتمنعه من السفر بأي طريقة. راحت نادية لصابر لكن عاصم كان سبقها وقتله. اكتشفت نادية مقتل صابر، مشي وراها عاصم وبلغ البوليس بعد ما ساب شنطتها في الشقة، وبعدين خدها لعيادته ونومها تنويم مغناطيسي وخلاها تكتب إقرار بأنها هي اللي قتلها، وأمرها ترمي نفسها من فوق كوبري امبابة. هرب شريف أثناء ترحيله من النيابة وراح للعيادة، وهناك قابل سونيا وهددها لغاية ما باحت له بكل حاجة وقالت له على مكان نادية. شريف جري بسرعة على كوبري امبابة وأنقذ نادية، وقبض البوليس على الدكتور عاصم. فيلم منزل رقم 13 من إنتاج سنة 1952، واحتل المركز رقم 92 في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية. والفيلم اتاخد عن قصة حقيقية اتنشرت في جريدة المصري سنة 1952 عن خبر وقوع حادثة قتل عن طريق التنويم المغناطيسي. الخبر ده اتلقفه هيتشكوك السينما المصرية كمال الشيخ، واحد من أكتر المخرجين اللي اتمكنوا ببراعة عالية من تقديم أفلام حركة وإثارة ممزوجة ببعض المشاهد المرعبة. كمال الشيخ واحد من أبرع المخرجين بيتخصصوا في أفلام الإثارة والحركة، واستخدم توابل كتيرة في الفيلم ده، منها المؤثرات البصرية والسمعية، من خلال موسيقى، من خلال إضاءة، من خلال خطوات رجلين على الأرض. كل دي حاجات بتنبهنا وتخلينا نترقب الأحداث ونفضل مشدودين للفيلم من البداية للنهاية من غير ملل ومن غير تطويل أو مط زي ما بنشوف في بعض الأفلام التانية. في اللقطات الأولى للفيلم بتظهر التوابل بتاع كمال الشيخ اللي اتعود يضيفها لنا في أي عمل، إثارة وتشويق، بس باستخدام إضاءة بسيطة جدا وضعيفة تخلينا نركز وننتبه إيه اللي هيحصل بعد كده. الفيلم بطولة عماد حمدي، فاتن حمامة، محمود المليجي، عبد الرحيم الزرقاني، ومن إخراج كمال الشيخ. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.